السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جايبه لكم بقى النهارده طريقه السمك الدمياطي كده بطريقه جميله سهله قوي. ده نوع من انواع السمك. هنعمله صينيه كده بالبطاطس. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه وهنجهز ايه. اول حاجه متنسوش تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب واكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في اكلي، ولو عايزين نعمل لكم حاجه جديده قولوا لي عليها برضو. معانا هنا اول حاجه البصل، بصلايه صغيره مش عايزاها كبيره، وهنحط عليها توم، وهنحط عليها ملح فلفل كمون شطه. ده الشطه طبعا حسب اختيارك، عايزه شطه كتير او شطه قليله. والخضره ممكن تحطي شويه كزبره صغيرين، بهار سمك بيفرق في طعمها جدا. وهنقلبها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. انا حطيت من كل بهار كميه صغيره، يعني نص معلقه صغيره، ما حطيتش كتير. وحطيت كمان كزبره ناشفه. بس كده دي هتبقى التتبيله دي بتاعتنا خلصت. وهنقوم بقى عاملينها في السمك على طول. انا معايا هنا سمك انا غسلاه ومنضفاه كويس جدا بالليمون بالدقيق. لو عايزين طريقه تنظيف السمك قولولي وانا هعملها لكم في فيديو لوحدها مخصص، قولولي في الكومنتات وانا اعملها لكم. بس احنا كده معانا السمك، هنحط فيه التتبيله، هنحط فيه الحشوه دي في بطنه، وهنسيبه هنركنه شويه لحد لما نروح بقى ايه نعمل صينيه البطاطس ونشوف هنعمل ايه. شوفوا انا بحشيها ازاي كده، تحطيه بايدك كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها في الفيديو. هنمسك السمكايه وهنفتح بطنها وهنحط الحشوه كده زي ما انتوا شايفين، وهنسيب السمك كده مده مش كتير، على ما تكوني بس حمرتي البصلايه وحطيتي البطاطس تبدأ تدخل في السوا. هنحط السمك، هتشوفوا كل ده في الفيديو مع بعض، هنشوف كل ده دلوقتي مع بعض. زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده بالظبط. وطبعا كمية السمك على حسب عدد أفراد الأسرة. بس معانا هنا في صينية معانا بصلاية صغيرة برضو مبشورة أو متقطعة مكعبات صغيرة. هنشوحها زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزاها تاخد لون. هنشوحها وهشوح معاها البهارات، بتفرق جدا لما بتشوحي البهارات في الطعم. حطيت ملح فلفل كمون وشطة وكزبرة وبهارات سمك. هنقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. هتحسوا كده ايه ريحة البهارات اصلا متغيرة معاكم، هتحسوا باختلاف تام في الطعم بتاع الاكل، في اي اكل كمان مش في السمك. ده كانت بصلاية صغيرة وتوم والبهارات. بس قلبناها مع بعض كده، اخدت لون خفيف مش عايزاها تتحمر خالص. هننزل بالبطاطس هنشوحها برضو، هنديها تشويحة كده. انا بصراحة بحب الاكل كده احسن ما لما بيبقى ني في ني. كل واحد برضو على حسب اللي بيحبه وعلى حسب الطريقة اللي بيستخدمها، بس دي كانت طريقتي. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تقولي لي ايه رأيكم برضو في الكومنتات. احنا نديها تشويحة كده خفيفة مع بعض. وبعدين نزلنا بعصير الطماطم، ده عصير طماطم. وبعدين هنغطي على البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، سيبها تستوي نص سوي وهنغطيها بحاجة ستانلس. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الرز. هنعمل معاه رز بشعرية كده بيبقى طعمه جميل. السمك مبيبقاش معاه اي حاجة حلوة غير الرز بشعرية، ولا اي نوع رز تاني. حطينا طبعا الشعرية هنحمصها كويس لحد ما تاخد لون كده حلو معانا. انا حطيت في الاول زيت ومكعب زبدة، مكعب الزبدة بيفرق في طعم الرز 180 درجة. جربيه وهتدعيلي والله العظيم. جربيه كده بمكعب الزبدة. بس هنا قلبنا كويس اهو. إيه كده اخد لونه كده معايا كويس قوي. هننزل بالرز هنديله تشويحة. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، واحنا بنعمل الرز كده ان السمك ما بياخدش سوي خالص. زي ما انتوا عارفين
فاحنا بنخلي البطاطس تستوي الاول، لان البطاطس بتاخد سوية اكتر من السمك. واهم حاجة ان احنا نغطي عليها بحاجة ستانلس، او ستانلس بيخلي الاكل يستوي اسرع. جربيها. كنت عايزة اقول لكم على حاجة كمان برضو، ان انتي لما تدخلي صينية السمك تكمل سواها في الفرن بتفرق في طعمها جدا. انا قلتها في كذا فيديو وبفضل اقولها، لان ديت بتخلي لون السمك حلو. مش السمك بس، اي اكلة بتخلي لون السمك حلو كده. حطينا المية على الرز وهنغطي وهنوطي وهنسيبه يتردد. رجعنا تاني للبطاطس لقيناها استوت شوية، ما استوتش قوي. اول ما نلاقيها دخلت في السوا هننزل بالسمك على طول. احنا طبعا حاطين البهارات في الاول وحاطين بهارات في تتبيلة السمك، فاحنا هنخلي بالنا بقى واحنا بنحط الملح. ممكن وانتي بتحطي البهارات في البصلايه ما تحطيش ملح، اللي يريحك. انا بقى خلي بالك وانتي بتحطي الملح بقى عشان ما تبقاش حادقه معاكي. بس كده. هنهز صينيه شويه بس عشان الملح وكده يدخل فيها، وهنغطي عليها ونسيبها بس تاخد غلوتين 2 مش اكتر. هندخلها الفرن على طول. وانا في الفرن مغطياها بصينيه ستانلس زي ما قلتلك. جربي الطريقه ديت وبجد هتدعيلي. بس وهنحطها بقى، هنشغل الفرن من تحت على اعلى درجه حراره في الفرن لمده ربع ساعه. وبعد ما يستوي هحمره في الشوايه من فوق. بس كده. والسمك بتاعنا خلص. دي اول ما طلعت من الفرن، شايفين لونها جميل والسمك مستوي طعمه جميل. جربيه مش هتندمي ابدا، اوعدك. بس يلا بقى نقدمه. هنا حطينا السمك والبطاطس زي ما انتوا شايفين كده. طعم بقى خطير خطير خطير، طعم حكاية. جربيه والله العظيم هيعجبك جدا. وقدمنا الرز برضو مع بعض كده. لازم واحنا بنقدم الحاجة نقدمها بشكل لطيف علشان تفتح نفس اللي قدامنا. ما نحطش اي حاجة كده وخلاص. بس كده يا جماعة، وكده الفيديو